ربع ساعة لعب لنهاية المباراة. اليو ديانج، عمرو السورية، مجدي أفشع، سورية صاحب الخبرة، تغيير يعني معلول. بيرسي تاو قبله يحيى شبران، وداد دفاعي، ياسر ابراهيم، حمد عبد المنعم، كرة سريعة لليسار علي معلول، معلول يوزع والدفاع ارسين زولا. سؤال متنشئ، اليو ديانج على طول معلول، مجدي أفشع. الأهلي أفضل أداء منذ وصول التغييرات والركنية. الجمال بما عمل النادي الأهلي، يلعب الكل في الكل، إما التعديل أو الخسارة بهدفين لصفر. التعديل يساوي اللقب. الوداد صامت، لكن الهدف الوحيد كافي لتأمين اللقب للوداد. أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم. علي معلول يوزع، جول، جول أهلاوي. علي معلول ملك الحلول، علي معلول للرأسية الذهبية. محمد عبد المنعم، يا سيدي أمرك، يا الأهلي أمرك يا سيدي. هذا هو أهلي، أكبر المواعيد، حديد في حديد، كبير إفريقيا، بابا القارة، سلطان اللعبة، ريال مدريد إفريقيا. يتغير الزمان والأهلي هو في نفس المقام والفخامة والمكان. سلطان يا ناس، سلطان. محمد عبد المنعم جاء من بعيد. عبد المنعم كالعادة يفعل ما يريد براسية من حديد. الأهلي قناص الألقاب من خارج الديار، فعلها في تونس ويفعلها في المغرب، فلا تستغرب. محمود الخطيب، شعبية أمجاد، ألقاب نجوم كروية. الأهلي بسيمفونية كروية. سعيد نصيري أكيد منهار في هذا المشوار. هدف من ذهب للأهلي براسية حديدية لمحمد عبد المنعم. يكرر نفس السيناريو عبد المنعم الكبير. تعدي الكرة، يوزع والركنية. الآن الوداد مطالب بتسجيل هدف حتى يلعب الوقتين الإضافيين. علي معلول يطلب الإسعاف. هدف قدار، هدف من نار لمحمد عبد المنعم. لما تنعدم الحلول الهجومية ياتي الانفراج من الركنية، من الرأسية الذهبية لمحمد عبد المنعم. أيمن الحسوني يغادر، رضا شادي في المكان. رضا شادي 28 عام من مواليد بروكسل العاصمة البلجيكية، يلعب للوداد منذ 2021، لاعبا للفتح الرباطي لدينامو بوخارست الروماني وستاندر ليج البلجيكي. كرة بالراس، بالراس خارج الميدان من أيمن من فرحان، أمين فرحان. 10 دقائق من نار في الانتظار. تنقلب الأدوار والزمان يلعب الآن ضد نادي الوداد.
شناوي طويلة منه يحيى الشبران. يوسف المطيع يتفاجأ برصيد محمد عبد المنعم. يحيى الشبران مرة أخرى. رضا شادي بعيد الكرة على طول لمحمد الشناوي. سفين فاندنبريك مترب بإيجاد الحلول أمام زملاء علي معلول. الشناوي بالراس أرسنال زولا. ترجع بمخالفة يحيى الجبران. أرسنال زولا بيرسي تاعو يقوم بالمخالفة. أكيد على المستوى المعنوي فريق الوداد لابد من العودة السريعة إلى الروح الحماسية اللي يمتلكها الآن النادي الأهلي بخبرة سنين طويلة رغم كل المصاعب كل المحن كان حاضر في هذا الزمن. مباريات الأدوار النهائية لا تلعب يا سادة الكرام بل تكسب. والركنية الركنية للوداد جلال الداودي. حرب الرؤوس حرب الرؤوس الآن. داودي يخطئ في التصويب والتوزيع. أليو ديانج طويلة من بيرسي تاعو عالية الكورة. محمد شريف مجدي أفشع كورة بدار ارتفاع. هنالك مخالفة ترجع لفريق الوداد. كأني بالوداد يعني الهدف أثر عليه على المستوى المعنوي. الأقدام لم تعد سريعة. رضا شادي يحيى حضور كبير الآن على المستوى البدني. عبد القادر على طول لشريف التسويق والمطيع يتابع. ركنية للنادي الأهلي 6 دقائق قبل نهاية المباراة. اللقب ال11 الآن في قلب القاهرة في الشبرة في أسيوط في الإسكندرية في دمنهور في دمياط في كامل أرجاء جمهورية مصر العربية. كل لحظة بحسابها. 6 دقائق للنهاية. مارسيل كولر الداعية السويسرية علي معلول في إعادة سيناريو رامي ربيعة. تعزيزات في قلب الدفاع لفريق الأهلي. حوار عمرو السورية ويوسف المطيع. كذلك الزوائر المتنجي وهاني. لا 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 نريدها مهما كانت النتيجة. هذه الشاكلة الهدوء يا سادة الكرام. أنتم قدوة لكل الشباب العربي. خروج لبيرسي تاعو وصول لرامي ربيعة. قلنا تعزيزات في محور الدفاع لفريق الأهلي. باملاك تسمة وإيزا. ركنية لعلي معلول
رضا جعدي لا تمر الكرة، تعود شريف عبد القادر، علي معلول على يساره، عبد القادر علي معلول، كرة ويوسف المطيع. الآن يبحث عن الكاو، هنالك تسلل على علي معلول، ترجع بسرعة للفريق الودادي في حالة ضد الزمان. كرة جلال داودي، المخالفة حكم يقول لا، ترجع للنادي الأهلي. مجدي أفشة، اليو ديانج، علي معلول يستنى الكرة من عبد القادر، حكم يخلي اللعب، شريف وحده فيها جول، لا على مرتين رايح يوسف المطيع. هل يندم شريف على هذه الإذاعة لهدف الضربة القاضية؟ داود زهير المترجي، عصبية مع محمد هاني، رضا جعدي، يحيى عطية الله، عالية الكرة بالراس، عبد القادر، وحده عبد القادر، ممتاز ارسال زولا، رضا جعدي يعود بالكرة في سباق ظل السرعة لليسار، يحيى ترجع لجعدي، كل اللاعبين المغاربة في الهجوم، يحيى عالية بالراس، يتفوق محمد عبد المنعم، عبد القوي، مجدي أفشة، يقلب عبد القادر، والذهني الكرة مع جلال داودي، يحيى الجبران، 5 دقائق للنهاية، يحيى مترجي، عالية بالراس، والشناوي تار الشناوي، اشتدت المباراة على نادي الوداد. محمود كهرباء في الاحتياط، يوسف المطيع، يحيى الجبران، يحيى عطية الله، أرسل زرع بالراس، ياسر ابراهيم بالراحة يلعب النادي الأهلي عكس الضغط الكبير المسلط على نادي الوداد. يوسف المطيع، 4 دقائق مروا من الوقت البديل، ولا بديل للوداد الا هدف واحد للتسجيل الان. هذه كرة، ماذا يقول الحكم؟ يقول الركنية، شد الأعصاب يا ناس. هاي الصورة معبرة، جماهير النادي الأهلي وجماهير الوداد. جلال داودي، داودي عالية الكرة بالراس، غريبة وعجيبة، غريبة وعجيبة. أرسل زولا وإحداد ضيعوا الفرصة. حميد إحداد اللي لمس الكرة، أرسل زولا أمام عمرو السورية، سعيد ناصيري ومحمود الخطيب. الكلمة الآن لأسطورة مصر، سيد عبد الحفيظ، وكمان الإطار الإداري والفني للنادي الأهلي.
نذكر انه حضور رئيس انديه الرابطه الاوروبيه على راس الشركه المالكه لحقوق بين سبورت ورئيس باريس سان جيرمان ناصر غانم الخليفي. كذلك حضور لموتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، سعيد نصيري رئيس نادي الوداد، ومحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. دقيقتين وشويه لنهايه المباراه. الاهلي مشاهدينا الكرام قريب من اللقب. محمد هاني الانذار، كره الى جحا الشناوي. طويله من الشناوي، التماس يعود للنادي الاهلي. اخر من لمس الكره ايوب العمرود. صمت نوعا ما رهيب بدا يخيم على مدرجات محمد الخامس. مارسيل كولر الفارق في هذه المباراة، قراءة تكتيكية رائعة، تغييرات في محلها، وعاد بالاهلي من بعيد مارسيل كولر. يوسف المطيع، الدقيقة الأخيرة، عبد المنعم يسيطر على الفضاء. آخر كرات يحيى عالية، ياسر إبراهيم، تعود عبد القادر، الشريف، محمد شريف بعيد عليه الكرة. المطيع، يحيى عطية الله، اخر ومضات المباراة، طويلة، يحيى عطية الله، عالية، ياسر ابراهيم، ترجع كرة للدفاع، عكسية، اليو ديانج يسقط يبقى التوازن، مجدي أفشا يخسر هذه الكرة، ترجع من جديد الرضا الجعدي. نهاية الوقت البديل، كل لاعبي الاهلي يطالبون الحكم بإنهاء المباراة. هذه آخر كرة، والشناوي يتسلطن ويتزعم. الاهلي تقريبا بطل افريقيا للمره 11 من قلب كازابلانكا بقياده هذا الربان الكبير مارسيل كولر. محمد عبد المنعم من الانذار، صعب الهدف الغالي. ستنطلق الافراح في كامل جمهوريه مصر العربيه، وهذا هو الحكم بملك سماء يؤشر على تتويج النادي الاهلي باللقب ال11 على حساب الوداد البيضاوي المغربي. نقول مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، للنادي الاهلي، وحظ اوفر لفريق الوداد وجماهير وداد الامه. هذه هي كرة القدم، تبكي شعوب وتسعد شعوب، في النهايه لا تبقى الا روح التآخي بين الاشقاء. الوداد الموسم الماضي كان هو السعيد، واليوم تنقلب الادوار. الاهلي ينال هذا المشوار، ينال مشوار التتويج امام جماهير الوداد في قلب كازابلانكا. كازابلانكا بالوانها الحمراء صحيح، لكنها الوان مصريه قاهريه بامتياز. اكيد مشاهدينا الكرام استمتعنا بهذا الدور النهائي. الدموع طبعا تكون حاضره ان كانت بالفرحه او كذلك بالبكاء من اجل الخساره. سنبقى معكم لنعيش كذلك مراسم التتويج للنادي الاهلي في قلب كازابلانكا. في انتظار العوده الى مراسم التتويج، اعود بالصوره والصوت بعد الفاصل لهشام الخلصي. رئيس النادي اللي كان موجود في المنصه الشرفيه هذا هو موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم الجنوب افريقي، حسام غالي كابتن فريقك. يوم عليك ومش كل يوم معاك. الوداد تمتع بالكأس الأخيرة، الآن يعود الأهلي. سيداتي سادتي، الآن مع تسليم ميداليات الفضية للفريق. الميداليات الفضية ستسلم لفريق الوداد المغربي 2023 فريق
نادي الوداد كابتن الرياضي. الفريق امام جمهوره نادي الوداد. هذه المره لم يكسر الجره ويغيب عليه اللقب. فوزي لكجا في حوار مع يحيى جبران. Wydad Athletic Club from Morocco. كل لاعبي الوداد طبعا غير راضين بهذه الميداليه الفضيه، لكن هذيك هي الكره، خساره وربح. مباريات الدور النهائي دائما نقول تكسب ولا تلعب. يوسف المطيع، امين فرحان، ارسين زولا، محمد اوناجم، كل اللاعبين الوداديين. كان قريب من لقبين متتاليين نادي الوداد مثل ما فعل الترجي والاهلي زمان. هذا العصر الاهلي. سفين فان بروك البلجيكي فعل كل ما بيسعي، يقلده بالميداليه الفضيه فوزي لكجا. الان سيداتي انساتي سادتي اللحظات التاريخيه، استلام لاعبين نادي الاهلي للميداليه الذهبيه. 2023 الاهلي بطل افريقيا 2023. النادي الاهلي المصري. اذا امامنا نجوم النادي الاهلي ياسر ابراهيم والبقيه، محمد هاني، علي معلول، مالك العلوم صاحب الاسيست في ركنيه الدور النهائي. محمد هاني يقابل اللقب الغالي، والاهلي يتسلطن على افريقيا للمره 11. ارقام ما فماش، ارقام تليق بسلطان، بحاكم حكام الكره الافريقيه بدون منازع. النادي الاهلي بعبع القاره السمراء. محمود كهرباء، مجدي قفشه والبقيه في انتظار رفع الكاس الغالي، الكاس الافريقيه. اكبر مكسب للنادي الاهلي هو الاطار الفني. مارسيل كولر السويسري مدرب النجاح. الكأس ليست حكرا على تيبو موسيماني، بل هي كذلك سويسرية لمارسيل كولر. حسام غالي يهنئ اللاعبين نيابة عن محمود الخطيب. موتسيبي يهنئ محمد شناوي. الشناوي 34 عام، يلعب للاهلي منذ 2016. كان يلعب لبتروجيت حرس الحدود طلائع الجيش. بدايته كانت مع النادي الاهلي في موسم 2007 2008. 43 مباراة دولية لحارس منتخب مصر محمد الشناوي. نجوم الاهلي الحاضرين والغايبين، لما نقول الغايبين اسماء لا تنسى: مجدي عبد الغني، محمد ابو تريكه، جمال عبد الحميد، طاهر ابو زيد، محمود الجوهري رحمه الله، محمد عماره، حسام غالي، وائل جمعه، الاخوين حسام وابراهيم حسن، علي ابراهيم. ابو القتيل اللي هو بيتهم فنانه انه القتل ما كانش خناقه ولا مشاجره، ده قتل عمد. بيقول ان هو تلقى اتصال من الناس بتقول له ان ابنك في خطر. بيقول جري بسرعه، نزل راح بيت ابنه، لقيه متمدد على السرير لابس ملابس كويسه، ودي حاجه غريبه بالنسبه لحد ما يعني مطعون في القلب. يعني بغض النظر عن الدماء، لا الاقي انه الحاله بتاعته يعني مرتب في النومه والكلام ده كله على السرير. فطبعا بيقول ان دي تعتبر جريمه قتل عمد. وبرضه في جزئيه تانية بيقول مش معقوله في شعور عادي مش هيحصل انه اشتباك بينهم او اثار للاشتباك اللي بينهم، طالما ان هو بيتعدى عليها بالضرب او غيره، اكيد هيبقى في رد فعل. ده اي انسان طبيعي بيبقى بالشكل
بالشكل دوت. بيشك طبعا في كلامها ومصر على ان القتل عمد، وانه ممكن يكون في حد كمان ساعدها في عمليه القتل، وان ابنه بوغت بالطعنه، يعني اتفاجئ، مش واحد بيفهم شجره، اكيد هيعمل رد فعل. وبيقول انه لقي في رجلين ابنه، حول رجل ابنه في اثار، فالاثار دي اشمعنى هي مفيش اي اثار على جسمها او ايديها؟ اتنين بيتخانقوا ماسكين في بعض، شيء طبيعي ممكن يزقها، ايده تخربشها، واحد بيتضرب ازازه، شيء طبيعي يتمسك بيها في الحياه وهكذا. فالموضوع بالنسبه له رافض فكره خالص حته انه يكون الموضوع طبيعي او الكلام ده. احنا كمان بدورنا ما نقدرش نستبعد حالة القتل العمد او كانت مشاجرة. الموضوع ده طبعا هيفصل فيه النائب العام والقضاء، مش هنقدر ان احنا نحدد هل فعلا هل ده الاب مثلا طبيعة الصدمة طبعا اللي حاصلة معاه وتأكيده ان هو ابنه ما ضربهاش وما كانش بيمد